صباح الجمال عليكم. امبارح شادي هريسة طالع بيتكلم في تصريح مضحك جدا، بيقول لك ان محمد ابو تريكة مش اسطورة، وان الاسطورة الحقيقية هو زيزو لاعب نادي الزمالك. والله العظيم زي ما بكلمكم كده طالع بالتصريح المضحك ده. طب السبب ايه يا عم؟ يمكن الناس تقتنع وانا اقتنع معاهم يا عم شادي هريسة. يا عيلة مضحكة اصلا سواء انت ولا هيما. فانا عايز اقول لك اقنعني. فطبعا قال لك اقول لك ليه، لان زيزو ما عاصرش اسامي كبيره، وان محمد ابو تريكه عاصر حسني عبد ربه ومحمد حمص ومحمد شوقي وكمان عماد متعب وائل جمعه وعصام الحضري والنحاس، يعني من الاخر عاصر اسامي تقيله على الارض، عاصر جيل ذهبي. وطبعا ده لو يدين فهو يدين مين؟ شادي هريسة. ليه؟ لان ده فخر لمحمد ابو تريكة، اللي هو يبقى ليه شعبية واسمه يكبر في وسط اساطير، بينافس اساطير في الملعب، بيخدم على اساطير واساطير بتخدم على ابو تريكة، عكس ان انا كل واحد نجم الفرقة ولا تسوى. يعني ما بالك انت؟ انا معايا فطاحله، معايا اسامي كبيره في الملعب. ده لو هو يعني عايز يقارن بنادي الزمالك، يقارنه باوباما، بحازم امام، بشيكابالا. بس هو عارف ان المقارنه مع اي لاعب في الزمالك خسرانه، مش خوفا من جمهور الزمالك، ولكن هي فعلا خسرانه. ليه؟ خالد الغندور الكابتن التاريخي بتاع نادي الزمالك مع 17 بطوله، يعني بالارقام زيزو ما يتقارنش باي لاعب من النادي الاهلي. ممكن تقارنه باي لاعب من نادي الزمالك يخسر. اقل لاعب في نادي الزمالك او اكتر لاعب في نادي الزمالك خالد الغندور يخسر قدامه زيزو على طول. عايز تقارنه قارنه باوباما، بشيكابالا، بحازم امام، بالناس ديت. ما تقارنوش، ويوم ما تقارنه من الاهلي ما تقارنوش غير بمحمد ابو تريكه. محمد ابو تريكه اللي اهدافه كلها حاسمه في البطولات، سواء في افريقيا مع الاهلي او في افريقيا مع المنتخب او في كاس العالم للانديه او في كاس مصر او في السوبر. ولا هو عشان واجعكم وحارقكم؟ انت يا شادي هريسة، انت سواء انت ولا ابراهيم هريسة اخوك، عاملين شبه ايه؟ شبه واحد جاي مصيف في اسكندريه عندنا، فقعدت معاه: ايه يا عم اسكندريه حلوه؟ قال لي جميله. رحت فين؟ قال لي ده رحت ميامي خالد بن وليد واكلت هريسه من احمد حسنين. هو ده اللي يعرفه عن اسكندريه. فهو ده الناس اللي تعرفه عنك، ان انت راجل المفروض اعلامي، بس انت على ما تفرج انت يعني ربنا يكون في عونك، ربنا يكون في عونك ويكون في عون الشويه اللي هم اللي بيسمعوك دول وبيوثقوا كلامك. ربنا يكون في عونك. ابو تريكه لعب ماتش مع اصدقاء زيدان واصدقاء رونالدو، يعني خطف منهم الاضواء في 10 دقايق. ليه؟ بلمسته السحريه في ال10 دقايق دول. ولما جه هنا الكويت لعب برضه تاني مع نجوم العالم كلهم، وعرف يخطف الاضواء برضه بعد ما شارك 10 دقايق. ده خطف الاضواء من ما اقول لك ايه من اسامي، يعني انت مش عارف عصرتها ولا لا، ولا كنت ايامها بتلبس حته خرقه بدل البامبس، ولا بتقعد على قصريه، الله اعلم. بس محمد ابو تريكه ما ينفعش تتكلم فنيا عنه، ما ينفعش. تاريخه ما يسمحلوش اللي واحد زيك يقارنه بواحد زي زيزو. والله العظيم صباحكم فل.